وانا ازاي احافظ على السكوتر؟ ايه هي الصيانه الدوريه؟ جاي اكلمك على الصيانه الدوريه، انا بعمل فيها ايه وهعملها امتى؟ الصيانه الدوريه بتاعتي انا مقسمها لكذا جزئيه. اول حاجه معايا في الصيانه الدوريه هي الزيوت، زيت الموتور وزيت الفتيس. زيت الفتيس انا في دكتور سكوتر بحب انزله بدري شويه على 2000 ونص، زيت الموتور 800 وغيره، اكتر من كده حرام عليك، حافظ على السكوتر. بعد كده معايا فلتر هواء، مره وانا بغير زيت الموتور على 800 انضف الفلتر، والمره اللي بعديها على 800 اللي بعديها بغير الفلتر، يعني كده انا بغيره كام؟ كل 1600 كيلو. ثالث حاجه معايا انا ببص على الكربراتير ودوره البنزين والكهرباء. انا بفتح الكربراتير انضفه، ابص على الكوعه بتاعت الكربراتير اللي هتبقى مخرومه معايا، ابص على البوجيه عشان البوجيه سنه ما يفوتش ولا يضرب معايا ولا قدر الله تعطل على السكه بسبب بوجيه ملوش اي لازمه. بعد كده معانا آلة الجر. آلة الجر عباره عن ايه؟ كلاتش خلفي، كلاتش امامي، وسير السحب. انا بفتح كل 5000 كيلو لقيتهم كويسين بنضف واشحم واقفل، بس كده والله العظيم. بعد كده معايا جلب الموتور وجلب المقص. حرام تعمل حاجه في آلة الجر وجلب الموتور مشققه ولا جلب المقص، هتبوظ لك آلة الجر تاني. آلة جر معاها جلب موتور معاها جلب مقص، بس كده. اخر حاجه النهارده معايا في الصيانه الدوريه هي الميزان. انا بفتح ببص قدام على الميزان، محتاج يتربط بربطه، معوج يبقى هو محتاج يتغير او يتعدل. انا ما بعدلش، انا هنا بغير. انا بشيك على الميزان، بشيك على الجدول، بشيك على المساعدين، بشيك على بيلي الجان، بشيك على مكنه السرعه عشان لو الكيلوات ما بتعدش معاك. بس كده، هي دي الصيانه الدوريه، وهي دي كل حاجه دكتور سكوتر بيعملها في الصيانه الدوريه عشان تحافظ على السكوتر بتاعك.